بينما التوجس والقلق واضح على حسن هادي. دكتور حسن هادي، مباراة صعبة على نادي القاسم، صعبة جدا على نادي القاسم. يوسف الآلوسي حاول التقدم. يوسف الآلوسي، يوسف يحتفظ بالكرة، عملية تمرير. حميد علي، حميد يعيد إلى يوسف الآلوسي، حاول يغير اللعب للجهة البعيدة. لا زال يحتفظ بالكرة يوسف الآلوسي مع عملية تغيير. الآن أصبح على جهة يمين شيركو كريم من اليسار اليمين. المحاولة داخل منطقة الجزاء، لكن حسين حسن بالخبرة، اللاعب والمدافع لفريق نادي القاسم، وعملية الإبعاد حسين محسن اللي اكتسب الخبرة بعد تمثيله لفريق القوة الجوية. أيضا كان لاعب سابق لنادي الديوانية، ومواسم لغاية الآن تقريبا 4 مواسم لحسين محسن لاعبا مع فريق نادي القاسم. عملية تغيير اللعب هناك على جهة اليسار لمصلحة نادي زاخو. 10 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول للقاء الأخير للجولة السابعة لدوري نجوم العراق لموسم 2025-26، والتعادل قائم بدون أهداف ما بين نادي القاسم ونادي القاسم وزاخو. كرة محاولة لصالح نادي زاخو، محمد علي عبود، محمد علي عبود يسجل لنادي زاخو. بدأ أبناء الخابور عن طريق محمد علي عبود. الله الله، بكرة من فوق الحارس لمحمد علي عبود يسجل من خلالها أول أهداف المباراة. الله على اللقطة، الله على محمد علي عبود اللي وضعها بكل إتقان وحرفنة في مرمى نادي القاسم ليسجل أول أهداف المباراة. هدف لزاخو، هدف لزاخو عن طريق محمد علي عبود. عنده هدف أيضا في مرمى ديالة محمد علي عبود، ثاني أهدافه، لكن المباراة خسرها زاخو أمام ديالة. لكن اليوم يتقدم على نادي القاسم بهذا الهدف الجميل لمحمد علي عبود اللي وضعها في الشباك ليعلن فريق نادي زاخو افتتاح التسجيل. لاحظ التمريرة من شيركو كريم بالمباشر إلى محمد علي عبود اللي وضعها من فوق الحارس. حاول معها حسين حسن، حاول معها حسين محسن، لكن مرت على حسين محسن ليسجل زاخو أول أهداف المباراة. أول أهداف المباراة. الآن الطرب مع فرحة لاعبي زاخو وجماهير زاخو بهذا الهدف، وهذه اللقطة لا نتمناها من لاعبينا، لقطة غير محببة بالنسبة للمتابع للمشاهد. الحديث عن الأموال. كرة عن طريق الوسط لمصلحة فريق نادي زاخو، تبقى قائمة. عمار داخل،